كانوا ناس في التاريخ ما يمكنش توصفهم غير بالمجرمين فقط، بل فهما كانوا وحوش وصلوا لواحد الدرجة ديال القسوة كتخليك تسائل واش فعلا كانوا إنسان بحالنا بحالهم. ما بين 1943 و 1945 وسط الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، واحد الإنسان طبيب دكتور لابس واحد البلوزة بيضاء، ولكن في الحقيقة هو كان كيختار شكون اللي يعيش وشكون اللي يموت، وكان كيختار الأطفال اللي غادي تعذب والأطفال اللي غادي تدخل لأوشفيتس. هذا الرجل هو جوزيف مينغيلي، ملقب بملك الموت ديال أوشفيتس. جوزيف مينغيلي تزاد سنة 1911 في ألمانيا وسط عائلة غنية عندها شركة ديال الآلات الفلاحية. الطفولة ديالو كانت عادية بزاف، ما كانش طفل عبقري وما كانش طفل فاشل، كان بحالو بحال كاع الأطفال ديال المنطقة، كيقرا كيرجع للدار كيلعب كيتلاقى بوالديه. يعني طفولة عادية جدا ما فيها حتى شي ملامح ديال الإنسان سايكوباتي وحمق ومريض. من بعد دخل يقرا الطب في جامعة ميونخ، وهنا حياته غتبدل بالكامل. في ذاك الوقت ألمانيا كانت غارقة في الأفكار العنصرية والقومية بطبيعة الحال، والحزب النازي بدا كيكبر بسرعة بقيادة أدولف هتلر. مengele بدا كيتأثر بهذه الأفكار، وخاصة فكرة النقاء العرقي. يعني بعض الأجناس مفضلين على الآخرين بلا ما ندخل في لي ديتاي راكم عارفين. من هنا غادي يدخل لشوتستافل وهو باقي صغير، يعني باقي في الجامعة في ميونخ، يلا غادي يتخرج باش يولي طبيب، ولات عنده علاقة مباشرة بالنظام النازي. هنا فين جوزيف مينغيلي غادي يبدا يتلاقى بأعضاء من الحزب النازي، وغادي يبدا يتشبع بالفكر ديالهم. فمن بعد بداية الحرب العالمية الثانية جوزيف مينغيلي غادي يدخل لارمي، غادي يدخل للحرب، وفي الجبهة ضد الاتحاد السوفيتي غادي يكون هو الطبيب تمايا، وغادي يكون معروف بالشجاعة ديالو، معروف بالتدخلات ديالو السريعة اللي خلاته انه ياخذ اوسمة في المانيا. ولكن من بعد كان تصاب في رجليه واحد الاصابة خايبة، رجع لألمانيا. هنا الاهتمام ديالو الحقيقي بدا في التجارب، يعني التجارب الجينية وكاع داكشي اللي كان انتريسي به ملي كان كيقرا. كان مهووس بواحد المساله ديال التوأم، كان دائما كيفكر كيفاش التوأم تيتكون في البطن ديال المراه، كيفاش تيخرجوا، شنو المشاكل اللي تتكون جينيه، الاختلافات الجينيه اللي كتكون ما بين التوأم وخوه الى اخره. فهاد الهوس ديالو كان كيعتقد انه الدراسه ديال هاد الظاهره هذه تقدر تساعد النازيين باش يزيدوا يطلعوا المستوى ديال العرق الآري ويعرفوا الاختلافات وينشروا اكثر هاد الفكر هذا. المشكل هنايا كان خاصو ناس وكان خاصو اطفال باش يجرب عليهم، فالنازيين اختاروا انهم يصيفطوا جوزيف مينغيلي لاوشفيتس ويولي هو الطبيب تمايا. ولكن هذوك السجناء اللي كانوا كيجيو، منهم اليهود، منهم عدد من الزيكان اللي كانوا كيعيشوا في الشرق ديال اوروبا الى اخره، وسجناء الحرب ديال الاتحاد السوفيتي، كان كيجري عليهم تجارب، كان كيختار شكون اللي يعيش شكون اللي يموت، شكون اللي غيدوز عنده البيت، شكون اللي غادي. فمن بين هاد التجارب كنذكروا المواد الكيميائيه اللي كان استعملها جوزيف في العينين باش يقدر يبدل اللون ديال العينين ديال الاطفال، عمليات بدون تخدير، بطر ديال الاعضاء، تجارب على الجوع 5 ايام 6 ايام تيكون الدري ولا البنت ما واكلاش وتيجي تيدير تجربه باش يشوف هو تيحاول يحقن فيهم امراض ويشوف الرياكسيون. الاسوأ من هذا الشيء كامل انه كان كيحاول يكسب الثقه ديال هاد الاطفال في الاول، يعني كان كيعطيهم حلوى يلعب معاهم في ديك يومين الاولى، كيتعامل معاهم بواحد اللطف قبل ما يدخلهم لذاك الجحيم ديالو. جوزيف مينغيلي كان كل نهار كيوقف مع عدد من الجنود امام القطارات اللي فيها المعتقلين، وباشاره صغيره بيدو كان كيهبط واحد الجوج ديال التوام، كياخذهم كيديهم معاه. هذا غيمشي للعمل، هذا غيمشي للتجارب، هذا غيمشي يتحرق، هذا غيمشي يخدم واحد الخدمه في واحد القنج. فهو اللي كان كيدير هذا الاختيار، هو واحد العدد من الجنود اللي كانوا في اوشفيتس. فمن بعد هاد الجرائم البشعه اللي ارتكبها مينغيلي في حق هاد الاطفال، بزاف ديال العلماء وبزاف ديال الاطباء خصوصا في طب الاطفال وفي الطب الجيني حاولوا انهم يفهموا شنو الدافع اللي خلى مينغيلي انه يدير هاد التجارب. ما لقى حتى شي فائده علميه حقيقيه من وراء هاد التجارب اللي دار مينغيلي، فهي كانت مجرد وحشيه مغطيه باسم الطب والعلم. يعني الاف الاطفال ماتوا بدون اي نتيجه. في 1945 ألمانيا بدات كتسقط والجيش الأحمر قرب يوصل لأوشفيتس، فمينغيلي قرر أنه يهرب قبل ما يتحرر المعسكر بأيام. ومن بعد نهاية الحرب الأمريكيين شدوه فعلا، ولكن ما عرفوش الهوية ديالو الحقيقية، لأنهم كانوا كيقلبوا كاع لي سولدا وكاع الناس اللي كانوا كيشدوهم في ألمانيا في ذاك الوقت باش يشوفوا واش عندهم واحد التطواج فيه اس اس، يعني شوت ستافل.
بزاف ديال العناصر كان دائما تتكون عندهم اس اس مشومه تحت الباط خصوصا. فهو ما كانش عنده، لانه فاش دخل لاوشفيتس بيركناو ما دارهاش. وهنا بدات اكبر عمليه ديال الهروب ديال مجرم حرب في تاريخ البشريه. غادي يهرب لامريكا الجنوبيه في الاول، وغادي يعيش في الارجنتين بواحد الاسم مستعار. وكان عايش حياه عاديه ديال المزارع تمايا، خدمه، سفر، صداقات، كلشي الناس تعرفوه بواحد الاسم جديد ديالو، حتى انه رجع استعمل الاسم الحقيقي ديالو وتا واحد ما عرفو. فمن بعد 15 سنه ديال الهدوء، جوزيف مengele هاد المره غادي يضطر باش انه يهرب مره اخرى ويمشي للباراغواي، لانه المخابرات الاسرائيليه دخلت على الخط وقدرت تلقي القبض على ادولف ايخمان. هاد السيد هذا اللي كان مسؤول على اللوجيستيك والديبلاسمون ديال اليهود والتصفيه ديالهم في لي كومبمون. فجوزيف مengele حس بالخطر، قرر انه يمشي للباراغواي، من بعد عاوتاني هرب للبرازيل، وكان دائما كيتخبى عند عائلات اللي كتعاطف مع النازيه. فالعائله ديالو هو نيت اللي كانت في المانيا كانت كتصيفط ليه دعم متخفي. فاسرائيل دخلت مع الولايات المتحده الامريكيه في واحد الشراكه مع الاف بي اي باش يقدروا انهم يقلبوا عليه مازال. فكل مره كيبدل الاسم ديالو، كل مره بحال الحرباء تيهرب من بلاصه لبلاصه. كان كيتخبى بزاف في وسط الغابات، يعني كيمشي لعائلات اللي ساكنين في الغابات الى اخره. الموساد فشل باش انه يلقى جوزيف مengele، وفي النهايه كان واحد من اكبر مجرمي الحرب اللي فلت من العداله طوال الحياه ديالو. غادي يلقاوه ميت في الاخر في ساو باولو في البرازيل مدفون، وكيتصحاب لهم غير انسان عادي، يعني واحد الانسان مدفون تما. تا تيقلبوا الجينات ديالو، تيقلبوا بعض لي دوسي، تا كيتعرفوا عليه حقيقه انه كان جوزيف مengele اللي مات تمايا. وتا شي واحد ما عرفوا بانه راه هو اللي كان داك المجرم ديال الحرب اللي قتل بزاف ديال الاطفال في المانيا.